السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي، أهلا وسهلا بكم. إن شاء الله تكونوا بألف خير ونعمة. منورين العرض متاعنا حبايب قلبي. نبداو بالصلاة والسلام على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام، ودعواتنا لإخواننا في فلسطين، اللهم كن لهم عونا ونسيرا ومعينا وظهيرا، اللهم آمين. اللهم فرج كربهم وانصرهم ولا تنصر عليهم، اللهم آمين يا رب العالمين. مرحبا بالجميع، مرحبا بالجدد اللي انضموا معنا في القنوات متاعنا. منورين حبايبي. اذا عجبكم المحتوى متاعنا بيان سور ما تنسوناش باشتراك والبصمه، واعطونا زيد رايكم في ما يخص المحتوى متاعنا. اليوم مش نبداو في فيديوهات يعني نوعا ما مهمش جدد، خاطر راني قاعده نشوف العديد من المحتويات اللي أنا نتبع فيهم، اللي فيهم عبرة. دايما المحتويات اللي ناخذهم واللي نحكيهم دايما فيهم عبرة، وخاصة يعني كتير من القنوات تقريبا فما بعض ال المحتويات اللي قاعدين يتعاودوا ديما، ولكن بطريقة متنوعة، وهذا اللي الجميل يعني في كل قناة يعني عندها البصمة متاعها في ما تقدمه من محتوى، وهذا اللي يعجبني في القصص أو في الحكايات أو في المحتويات اللي أني نشوف فيهم عبر السوشيال ميديا. بيان سور اني القصص متاعي مانيش ناخذ فيهم من الناس، ولكن ناخذ فيهم بطريقه معينه تخصني، ونعطي عليهم بعض المعلومات. وخاصه ساعات عنا فيديوهات اللي طالبين نصيحة من المتابعين. دونك احنا مش نحكي ولا حكاية، حكاية حقيقية، لأنه كل اللي نزلوا فيه الكل حقيقي وكله صاير دو توت لي فاسون. وفي آخر الفيديو يلزمنا ناخذ نصيحة، يعني تعطيونا نصيحة لهذه القصة، لأن في حد ذاتها هي طالبة النصيحة. هذاك علاش في كل فيديو باش يكون تقريب نقطة استفهام في آخر الفيديو: ماذا تنصح لهذه في هذه القصة للشخص، يعني سواء المرأة أو الرجل. القصص هذوما فيهم نوع من الغرابة، ولكن في الحقيقة ما نستغربوش، لأنه يعني كل شيء جائز في الدنيا هذه. الفيديو متاع اليوم مش تكون فيه يعني مش تكون فيه كلمة، ومش تكون فيه كلمتين يعني مختلفين على بعضهم، ولكن مربوطين ببعضهم. أول كلمة هي ثقة. الثقة صح أنه الثقة يلزمنا نعطيو الثقة في الناس بدون شك، هذا سورتو الثقة مع الأصدقاء الأقربون والعائلة وكل اللي حوالينا. ولكن في بعض الأوقات الثقة اللي تعطيها في الإنسان اللي مقابلك هي اللي تخليه ضعيف، تخليه ضعيف الأقصى الحدود، تخلي الشخص الآخر ما عادش يقاوم مشاعره مثلا، أو ما يقاومش حب استطلاع اللي انت تقول فيه. مثلا انت باش تقول له سر، هو ماذا بيه السر هذاك يكتشفه وحده، لانه ديما نقولوا مانا الا بشر، وعنا بعض الشيء حب الاستطلاع وحب التعرف على التفاصيل الدقيقة. والتفاصيل الدقيقة هي اللي تخلي الواحد يفشل في حياته، سواء الزوجية أو حتى في الصداقة يعني. دونك بدينا بكلمة ثقة، أني مش نضيف الكلمة الثانية اللي هي اكتم سرك. اكتم سرك رغم ثقتك في البشر اللي قدامك. إضافة على اكتم سرك، فما حاجة يلزمنا نعرفوها زيادة، يلزمنا نحسوا بالناس اللي قاعدين نتعاملوا معاهم، أو يعني نتناقشوا معاهم في مواضيع دقيقة جدا. والتدقيق في التفاصيل الخاصة خاصة هي اللي تخلينا كما قلنا بكري، ديما حب الاستطلاع عنا تخلينا
نفكروا باش نجربوا الحاجة اللي الإنسان يحكي لنا فيها، نجربوها بأي طريقة كانت، كسوا جهرا أو يعني سرا، يلزمنا نجربوها. هذه اللي تمنع دقة تفاصيل الحياة للناس. قبل كانوا أجدادنا يقولوا البيوت أسرار، والبيوت أسرار دايما، يعني في القديم وفي الوقت الحالي. كانوا قبل بالحق يعملوا بكلمة البيوت أسرار. هذيك علاش قبل ما كانش طلاق برشا، ما كانش فراق برشا، يعني كانوا يعني الزوجين يعيشوا حتى لين يموتوا مع بعضهم. زادة الحياة شراكة، الحياة شراكة، يعني الحياة مشتركة بين مثلا الزوج وزوجته، فما أسرار، فما حياة خاصة، فما تصرفات فريدة وخاصة بين اثنين، فما معلومات زادة دقيقة بين هذين الشخصين اللي هما حياتهم مشتركة مع بعضهم، واللي واحد منهم يخرج سر حياته على العلن بدون إذن من الطرف الآخر، خاطر الرجل في حد ذاته ما يحبش يخرج السر نتاعو جينيرالمون لصحابه، يعني مش باش يحكي لصحابه يعني بدقة شنو اللي يصير بينه وبين زوجته. ولكن الزوجة تنجم تكون هي منبع أو الثقب اللي يخرج الأسرار هذه الدقيقة اللي ملزمهاش تخرج، تنجم تضر بيت الزوجية والشخص زاد المقابل اللي يعني اللي يعرف الأسرار الدقيقة لهذا البيت. في بعض الأحيان نقولوا إنه نحكيو على حسن النية. باهي الإنسان كي يحكي على حسن النية، ولكن حسن النية يلزمها تكون زادة في موقعها الصحيح. ما تنجمش تكون حسن نية في خراب بيت الزوجية وخراب بيوت أخرى. يعني هذا هو المقصد من كلمة اكتم سرك. إذن حبايبي مش ندخلوا في الحكاية، وكما قلت لكم تعطيوا نصيحة لهذه الحكاية لأنهم قصص واقعية. بدأت هذه الحكاية حينما تعرفت على صديقة جديدة وتوطدت علاقتي بها، وصرت أحبها كشقيقة لي، وهي كذلك تبادلني نفس الحب ومشاعر الأخوة. لم أكن أتأخر عنها إن طلبت مني أي شيء، وحتى في أمور العمل كنا نتعاون. هي تعمل معي وتقاسمني مكتبي، وتفعل هي نفس الشيء معي. صديقتي ما كانت تخفي عني شيء، تحكي لي عن أمورها الشخصية والعائلية، وكنا نتناقش يوميا في أمور الحياة ومشاكلها. وقد حدث أن تقدم شاب لخطبتها، وسعدت كثيرا كثيرا بهذا، وتمنيت أن أخطب مثلها. صديقتي كانت دوما تأتي إلي تحكي لي ما قاله لها خطيبها، وتشاورني في أمور عدة، ولم أكن أبخل عليها. وقد أحبت خطيبها كثيرا، وكانت تقول عنه إنه طيب وحنون وكريم معها ومع أهلها، وأنه جد وسيم، وأنه أيضا غني ويملك سيارة. كانت تحكي عنه كل صغيرة وكبيرة، حتى صرت أشعر أنني أريد رؤية هذا الشخص الذي أحسست بأعماقي أنني سأحبه. وكنت أعتقد أن هذا الحب أخوي، لكن حينما التقيته لأول مرة وقدمتني له صديقتي، شعرت بإحساس رهيب نحوه. يا سبحان الله، هو أكثر مما وصفته لي صديقتي. وأتحدى أي امرأة تقول إنها لم تشعر بأي إحساس نحوه إذا ما وقع نظرها عليه. لم أفهم نفسي، ومن يومها وأنا أفكر فيه بشكل مختلف تماما، وأنتظر فقط متى سيأتي ليوصل صديقتي حتى أراه. وتطور أمري هذا بتعدد لقائي به، إلى أن شعرت أنني أحبه فعلا، وصرت أنافس صديقتي على خطيبها دون أن تعلم حقيقة مشاعري اتجاهه. وبعد أيام حل موعد زفاف صديقتي، ومر علي كأنني فقدت عزيزا علي.
بكيت من شدة الحزن والآهات، شعرت فيه أنني وحيدة في هذه الدنيا. انقضى شهر العسل صديقتي بسرعة وعادت إلى العمل، ولا أدري ما الذي أصابني، فقد صرت أنظر إليها بحقد وكأنها خطفت مني حلم حياتي. لم أكن أراقب تصرفاتي، حيث أصبحت أخلق الأسباب لزيارتها في بيتها حتى ألتقي بزوجها، بل واختلقت سببا آخر وهو تقديم ملف شقيقي بعمله ليحظى بعمل. فعلت هذا حتى يتعدد لقائي به، وفي كل مرة كنت أحاول فيها إظهار ذاتي، لكنني لم أفلح في ذلك، وزادت معاناتي وفكرت بما يفعله الشيطان عليه لعنة الله تعالى. راودتني فكرة فكذبت على صديقتي وادعيت أن زوجها يحاول الإيقاع بي، وقد حاول أيضا أن يراودني على نفسه في آخر لقاء به حينما زرته في المكتب. وقع هذا الخبر على صديقتي كالصاعقة، وترجيتها ألا تخبر زوجها حفاظا على سمعتي، ولأنها تحبني وتعتبرني كشقيقة لها لم تفعل ذلك، ولكنها من يومها وهي في خلاف مع زوجها، وازدادت فجوة الخلاف بينهما، خاصة بعدما ألفت كذبة ثانية وقلت لها أن زوجها قد اتصل بي وأراد لقائي لأنه قد اشتاق لي. كانت تأتي إلى العمل تحكي لي وتبكي، وكنت أشجعها على تركه لأنه الآن فقط ظهر على حقيقته. صديقتي لم تتحمل الأمر ورحلت لبيت أهلها، وهي حاليا على وشك الطلاق. إنني لم أدرك ماذا فعلت إلا بعد فوات الأوان. لقد ندمت كثيرا على فعلتي، لقد خربت بيتا وفرقت بين زوجين، فكيف أنجو من عقاب الله الشديد؟ إذا حبايبي، القصة اللي سمعتوها محتاجة نصيحة منكم. اللي عنده نصيحة يكتبها. بالنسبة لي باش نعطي اللوم على الزوجة أولا، على الخطيبة وقت اللي كانت خطيبة أو اللي أصبحت زوجة وحكيت أسرارها الدقيقة إلى صديقتها. الغلط هو غلط الزوجة بالنسبة لي، ولكن كل شيء يتصلح، والنتيجة مش تكون فراق للزوج أو للصديقة بيان سور. دونك ننتظروا حبايبي النصيحة متاعكم عبر تعليقاتكم. إن شاء الله عجبكم محتوى الفيديو حبايب قلبي. الساعة تشير إلى 6:17 صباحا. صباح الخير للجميع. أنا وهي في كل مكان نلتقي لنرتقي حبايب قلبي. خلوا السعادة عادة والتفاؤل أسلوب لحياتكم. اللي وصل معنا لآخر الفيديو يكتب لنا اكتم سرك. شكرا جزيلا، نحبكم برشا برشا برشا، ونمت عليكم. الصورة قدامكم صديقتين، ولكن سؤال مطروح. ننتظروا النصيحة متاعكم. إلى اللقاء حبيبي في فيديو آخر، وإن شاء الله يا ربي نلقاكم بخير.